المؤمنون، يومكم هذا هو يوم عيد، والأعياد في الإسلام لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل، تجدد على المؤمن فرحته وتجدد على المؤمن بهجته، ففيها يسعد الإنسان بعدما أدى ركن من أركان الإسلام. إذا كان عيد فطر أو عيد نحر، فالعيدين يأتيان بعد أداء ركن من أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة ووجد أن لهم يومين يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بخير منه، يوم الفطر ويوم النحر. وهذا العيد المبارك والذي يأتي بعدما وقف حجيج بيت الله عز وجل على صعيد عرفات يدعون الله عز وجل ويرجون رحمته، وهو يوم المباهاة كما بين صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أيام العام، ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد مثل ما طلعت في هذا اليوم العظيم، وهو يوم عرفة الذي يكثر فيه عتق الله عز وجل لعباده من النار. ثم أن هذا العيد المبارك يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام لقي من هذه الابتلاءات الكثيرة والكثير، لكنه تخطى هذه الابتلاءات بصبر واحتمال، بيقين وتسليم لله عز وجل. فقد ابتلي في قومه، وابتلي في أهله، وابتلي في ولده، ومع ذلك نجح في تلك الاختبارات. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله عز وجل بإيمان ويقين، ولذلك مدحه الله عز وجل فقال: إن إبراهيم كان أمة، رجل بأمة، يؤمر بعد أن يبلغ من العمر أكثر من 85 عام، ويوهب هذا الغلام الحليم بعدما سأل الله عز وجل ورزقه الله الولد وحقق الله له أمنيته. ثم إن هذا الولد بلغ معه السعي في سن يحتاج الرجل إلى ولد، ومع ذلك يأمره الله عز وجل بأن يذبح ولد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن هذا لهو البلاء المبين. ما فيش بلاء أعظم من ذلك، أن رجل في هذا العمر وقد لا يرزق غيره ويؤمر بذبح ولد، وهو الذي يقوم بهذا الأمر، ومع ذلك استسلم لأمر الله عز وجل وأخبر ولد: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هذا هو الابتلاء الذي يجب أن يتعلمه المؤمن ويتخطى هذه الابتلاءات بهذا الصبر وهذا الإيمان وهذا اليقين الذي يزيد العبد قربا من الله عز وجل. فعيد النحر يذكرنا بهذا الأمر العظيم، وهو الفداء والتضحية لله عز وجل. المرء في مقابل دينه يضحي بنفسه ومال وولد من أجل أن يرضي الله عز وجل. لما استسلم هو وولد لقضاء الله كان الفرج من الله، فجاء الحق عز وجل بفداء لهذا الغلام
وفديناه بذبح عظيم. ففدى الله عز وجل بني الإنسان ببهيمة الحيوان أو بهيمة الأنعام، والتي يذبحها الإنسان في هذا اليوم وفي بقية أيام التشريق الثلاث يتقرب بها إلى الله عز وجل. ما عمل إنسان عمل أفضل عند الله عز وجل من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظرافها، وإن الدم لا يقع بمكان قبل أن يقع على الأرض ويغفر لصاحبه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نتذكر في هذا اليوم هذا الفداء وهذه التضحية، ثم إن هذه الأضحية التي هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل تكافلا اجتماعي بين أفراد المجتمع. فمن عنده قدرة على أن يتقرب إلى الله عز وجل في تلك الأيام فإنه يعلم أن هناك أناس يستحقون من تلك الأضحية ليوسع على عباد الله عز وجل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم يوم مبارك، وأن نعمل